العيش مش بيطلع طري وبيبقى ناشف معايا وبيلزق في قلب الصواني او المطرح. طيب العيش بيقعد قد ايه بعد التقطيع او بعد التقريص؟ ليه سمك الرغيف يطلع معايا تخين مرة ورقيق مرة؟ مش عارفة اظبطه. ده بيكون من الرق ولا بيكون من العجينة نفسها؟ وش رغيف يطلع معايا مرة رقيق والقاع بتاع الرغيف بيبقى تخين. ليه العيش بيلزق في قلبي الالواح في بعضه؟ طب ليه العيش مش بيقب معايا؟ طيب ليه لما بنطلع الرغيف من الفرن بيطلع معايا فيه البوسة من نص الرغيف؟ طيب ليه الرغيف بيطلع معايا جنب تخين وجنب رقيق؟ طيب ليه الرغيف نصه بيقب والنص التاني مش بيقب معايا؟ طيب ليه الرغيف اصلا مش بيتفتح حتى لو هو كمان النص بتاعه قابب والنص التاني مش قابب؟ كل ده هنعرفه مع بعض، بس تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول وتقولوا لي بتتابعوني منين. وما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة وتعملوا لايك وشير للغير. وتعالوا نسمي الله نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبتدي معاكم بالله عليكم بستحلفكم بالله تحطوا اللايك وتعملوا متابعة لو انتوا اول مرة بتشوفوني. العجينة بتاعتنا طبعا هنا انا كنت عجنة العجين بتاعنا هو كده خمران معايا. العجينة عبارة عن ايه؟ دي ومية وملح بس يا بنات والخميرة. خلاص انا عاملة هنا 3 كيلو من الدقيق ورشة الالواح بتاعتي او الصواني اللي هقطع او هقرص عليها. بقطع على ايه؟ على ردة. لو ما عندكيش ردة ممكن تقطع على دقيق بس الاحسن يكون ردة. تمام. والعجينة بتاعتنا بتكون لا هي سايلة ولا هي متماسكة قوي. هقول لكم مقادير الكيلو علشان تبقوا فاهمين احنا بنحط قد ايه ميه على كيلو الدقيق. كيلو الدقيق بياخد معايا كيلو ميه بالظبط. ده لو احنا في الشتاء. لو احنا في الصيف هنخليها 950 جرام من الميه على كيلو الدقيق. لو انت اول مره تعجني العيش او مبتدئه فيه تخليها 900 جرام او 850 جرام من الميه على كيلو الدقيق. 5 جرام من الخميره، رشة ملح. خلاص كده تمام. ده للكيلو الدقيق. ويكون سمك العجينة زي ما انتوا شايفين كده. انا بقرص على الالواح او على الصواني لازم يكون في مسافة ما بين كل رغيف ورغيف كده علشان ما يلزقش معايا. حتى لو انت اول مرة تعملي العيش برضو لازم توسعي كده. حتى لو انت برضو ما شاء الله شغالة ومحترفة جدا لازم تسيبي مسافة علشان برضو يطلع شكل الرغيف حلو. حتى لو انت بتخبزي وعاملة مشروع بتخبزي العيش ده لحد او كده يكون كل رغيف مع نفسه مش كله لازق في بعضه كده وتيجي تقسميه بايديكي يكون شكل الرغيف مشغنف. لا خلاص. وبعد ما بقطعه او بقرصه بسيبه قد ايه؟ بسيبه لمدة ربع ساعة على مثلا ما اولع الفرن وامسح الفرن واحط الفرشة بتاعتي دي او المشمع اللي هخبز عليه واجهز الحاجة يعني وابدأ ايه اخبز. الفرن هنا بقى يا بنات درجة الحرارة بتاعته بتبقى عالية جدا. العيش بيحب النار عالي. تمام. انا بقول لكم ان انا برق هنا واحده واحده وما تقلقوش حتى لو انت اول مره ومبتدئه. بصوا انا بشيل الرغيف من قدام علشان الرغيف يقب معاكي ما تخليش ايدك تعلم في الرغيف. تمام. بشيل الرغيف كده من قدام مره واحده وبعد كده ايه اقوم رقه على ايدي. انا ليه برق على ايدي؟ علشان يبقى سهل عليا الرق على المطرحه وفي نفس الوقت ما يبقاش تخين. انتوا فاهمين؟ ويبقى سمك الرغيف كله سوا واحد. ولما اجي ارمي في قلب الفرن بصوا ده السمك الرغيف بتاعه كله سوا واحد اهو. ولما اجي برق على المطرحه بخليها على طرف المطرحه زي ما انتم شايفين كده وبرمي في النص. يعني ايه برمي في النص؟ لحد ما الرغيف يقب معايا او يشمع من تحت. وبعد كده بحاول انقله في الجنب لمة الشوايه بتاعت الفرن علشان ياخد لون ويديني النقطة البنية او السمراء. النقط اللي هي الايه الخفيفة الحلوة دي اللي بتخلي شكل الرغيف حلو. تمام. بصوا هوريكم دلوقتي. انا برمي هنا في النص وبداير في الجنب زي ما انتم شايفين كده. انا دايرت الرغيف ده في الجنب كده ورميت هنا. ولما بيقب ويتشمع من تحت بحاول انقله في الجنب التاني. ولازم اهم حاجة بنات وانا بلقط الرغيف من على اللوح او من على الصينية ما خليش الرغيف يعلم. ما خليش ايدي تعلم في الرغيف من النص علشان يقب معايا ويبقى كله ايه سوا واحد وسمك واحد. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده اللهم صل على النبي فيه النقطة السمراء والنقطة البنية الحمراء اللي هي خفيفة جدا. حلوة قوي ده يا بنات.
وده بصوا بقى انا هرمي في النص اهو. بصوا الرغيف قب معايا من النص، بحاول انقله كده بالراحه في الجنب، في الجنب علشان ياخد اللون الحلو، وبرمي في النص. تمام. انا هنا بقول لكم انا طبعا لما باجي اخبز في الفرن بملى الفرن، بس انا عشان بقول لكم تعملوا واحده واحده لو انت لسه مبتدئه. وبلقط الرغيف زي ما انتم شايفين كده من على اللوح، واقوم ايه رقه رقتين ثلاثه كده، يعني ارق خفيف. وارمي على المطرحه. لو لقيتيه هيلزق في ايدك او مش هتعرفي ترقي على ايدك، شيلي وارمي على المطرحه، ويكون معاكي مطرحه تانية علشان ترقي رقتين، علشان ما يلزقش منك، لان هو تخين معاكي لسه ما ترقش. وهتيجي ترقي هتحس ان هو يعني ايه هيلزق معاكي في المطرحه، تقومي رمي على المطرحه التانية وتكملي رق علشان يبقى كله سمك واحد. تمام. طيب بصوا شايفين الرغيف بسم الله ما شاء الله في النقطه الحمراء والنقطه السمراء اللي هي الخفيفه جدا. تمام. طيب ليه الرغيف بيطلع الوش بتاعه رقيق والقاع بتاعه تخين؟ ده علشان العجينه بتاعته يا بنات، ركزوا، علشان انت مرقتي العجينه بتاعته بتكون مرقه، يا اما يبستيها. خلي العجينه بتاعتك دايما كل حاجه خير الامور الوسط كده، متوسطه في كل حاجه، بيطلع الرغيف سمكه حلو. تلاقي السمك بتاعه الوش زي القاع بتاعه، السمك بتاعه الاتنين متساويين في السمك. طيب ليه بقى بيطلع مني ناشف من الفرن؟ ده من نوعية الدقيق، وكمان من الفرن نفسه. يعني ايه؟ الفرن ممكن يكون انت مهدية الفرن ومش عالي، لان العيش بيحب النار عالية، وفي نفس الوقت في نوعية من الدقيق كده ما بتحبش العجينة تكون مرقة ولا هي يابسة برضو في نفس الوقت. تمام. واللي بيخليه ينشف اكتر ممكن الرغيف وانت قدامك على الالواح كده اهو. بصوا انا بوريكم كل رغيف بيطلع قابب بسم الله ما شاء الله، وبوريكم قدام منكم ما شاء الله، صلوا على النبي. بيكون الرغيف العيش قدام منك كده على الالواح مكشوف، او المكان اللي انت بتخبزي فيه مكشوف، فبيقشف، فبيطلع معاك ناشف، الوش بتاعه بيطلع ناشف. تمام. وفي نفس الوقت كمان ما تخليش العجينه معاكي يابسه، علشان كمان يعني ايه ممكن يقعد معاكي في الفرن فتره طويله في الفرن وانت مهديه في نفس الوقت، فده اللي بيخليه يطلع ناشف. فخدوا بالكم من نقط زي دي. بصوا بقى علشان تعرفوا ليه العيش بيطلع جنب تخين وجنب رقيق. ده برضو من العجينه بتاعت العيش، اللي هو العيش زي ما انتم شايفين كده على مطرحه بيبقى برضو مكشوف. يعني ايه؟ في جنب يكون حته قشفت، والجنب التاني يكون يعني ايه زي ما انتم مقرصونه مظبوط. انتوا شايفين ده نص ونص اهو. تمام. فده اللي بيطلع معاكم حته تخينه وحته رقيقه. الحته المقشفه هي اللي بتطلع معايا تخينه، والحته اللي ما جاش عليها هوا ده اللي بتطلع معايا رقيقه. فعلشان كده الرغيف بيطلع معاكم جنب تخين وجنبه رقيق. خلاص. وعلشان كمان الرغيف يقب معاكم كله زي ما انتوا شايفين كده وانتي بتلقطي. يعني ايه بلقط؟ يعني بشيل الرغيف من على اللوح او من على الصينيه اللي انا مقطعه او مقرصه عليها، ايدي ما تعلمش في نص الرغيف. فاهمين؟ صوابع اطراف ايدي كده، صوابعي ما تعلمش في قلب الرغيف. وكمان ارمي في النص علشان الرغيف يقب معايا، يعني بيحب النار حاميه. وبعد كده ايه بنقل في الجنب بيكون هاديه شويه يدوبك بس على الشوايه. شايفين العيش بسم الله ما شاء الله، ولا رغيف عينه بتوجعه لحد دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. يعني لو انت اول مره ترمي في النص وتنقلي في الجناب وترمي رغيف برغيف على ما تتمكني وتعرفي، وبعد كده ترمي رغيفين برغيفين، تملي الفرن زي ما تملكي وزي ما تعرفي. ولما تيجي ترقي على المطرحه، بصوا بقى انا بوريكم هنا اهي برق على المطرحه وانا مش قلقانه مش خايفه، وبشيل على ايدي وارق شويه على ايديا علشان ايه اسهل على نفس الرق في قلب المطرحه، الرق على المطرحه. وخدي بالك رق المطرحه اسهل منه مفيش، بس عايزه يعني ايه مش عايزه قلق مش عايزه خوف، ما تخافيش ورقي. وخلي العجينه لو انت برضو اول مره خليها يابسه شويه ورقي فيها براحتك لحد ما تعرفي اذا كان انت هتعرفي وانت بترقي الرغيف اذا كان السمك بتاعه كده حلو ولا مش حلو، تخين ولا رقيق، هتعرفي. بصوا انا هنا بوريكم العيش بسم الله ما شاء الله طري جدا وحلو، والقاع والوش كله سمك واحد يا بنات
بسم الله ما شاء الله. صليتوا بنا على النبي. وخلي كمان لما تيجي ترمي قلنا في النص وتنقلي في الجنب، ولما تيجي تقرصي او تقطعي على ردة، وتسيبي مسافة ما بين كل رغيف ورغيف علشان ما يلزقوش في بعض. برضو ده لو انت اول مرة، لان لو انت اول مرة وبتقرصي على ردة وخليتي مسافة قصيرة بس ما بين كل رغيف ورغيف ولزق في بعضه، مش هتعرفي تسلكوهم من بعض، وفي نفس الوقت الرغيف هيطلع معاكي مشغنف ومش حلو زي اللي بتشتريه من بره او زي اللي بتاخديه من الفلاحين اللي هم بيخبزوه. تمام. هو ده العيش الطري الفلاحي بتاعنا يا بنات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين العيش حاجة كده الله اكبر. العيش طري جدا وحلو وشكله يفتح النفس وطعمه حلو قوي. واحسن نوع للعيش بتاعنا يا بنات اللي هو العيش الطري الفلاحي، دي الغله، سواء بقى الاولى التانية التالتة، بجد انتوا ممكن تعملوهم ميكس ما بين التلاتة وتخبزي بيه، حلو قوي يا بنات وطعمه مسكر رباني كده. هو ده العيش الفلاحي، فاهمين؟ في ناس بتخبز في الفرن اللي هو الطينه، ده برضو اللي هو بالقش، بيبقى العيش حلو قوي برضو وطعمه حلو. بصوا تعالى اوريكم طراوه العيش، وبصوا القاع والوش حاجه كده الله اكبر. عايزه اقول لكم بقى ان العيش طريقته سهله ومفيش اسهل منه ولا احلى منه. واعملي كيلو بس واحد وجربي وهتبقي بصي احسن مني والله العظيم. زي ما بقول لكم كده، شايفين العيش طري جدا، طري طراوه، وتاكلي بيه كل اللي نفسك فيه وتعملي بيه سندوتشات للولاد. لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.